Audio ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل قاعه التعليم المدني بالجزيره، وفعاليه جديده من فعاليات الموسم الاول لمهرجان القاهره اليوم بالتعاون مع مهرجان الابتكار والتميز الدولي. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالاعلاميه الجميله دنيا السيد. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منوره الدنيا، تعالي كده شويه. ميرسي جدا، ده منوره بحضرتك والله. وجهي وشك للساده المشاهدين، تحبي بقى تقولي لنا النهارده ايه اللي لفت انتباهك النهارده المهرجان بحضورك النهارده؟ طبعا الشو اللي الاطفال عملوه، اغاني مصر اللي غنوها حاجه جميله جدا، وبشكر استاذ كريم. اسم ايه عجبك في التميز وابتكار؟ ها اكيد طبعا جميل جدا، وكل حاجه عاملينها النهارده جميله جدا بصراحه. اول حضور ليك النهارده؟ حضرت قبل كده الكريم والاستاذه داليا؟ لا، استاذ كريم اول مره احضر معاه. بس بصراحه حاجه جميله جدا ومبسوطه معاكم جدا النهارده. ايه رايك في التنظيم؟ جميل جدا، يعني حاجه مشرفه فعلا يعني. أنا شايف في كوكبه النهارده حضور جيد جدا من يمكن مختلف المجالات، من القوات البحريه، الاكاديميات، المجال الصحافه، الاعلام، الاعلاميين، الممثلين. اكيد طبعا، هو استاذ كريم المصري مش بيعمل اي حاجه بصراحه، عامل حاجه كويسه جدا هو واستاذه داليا عادل، وبشكرهم جدا على المهرجان الجميل اللي انا بقيت مدعيه فيه. الف مبروك على تكريمك النهارده. صحيح ميرسي جدا، شرف ليا. دايما موفقه ودايما مزدهره. وتحب بقى قبل ما نختم لقائنا تحب تقولي ايه للساده المشاهدين؟ اقول للساده المشاهدين اهم حاجه النجاح، ويخلي بالهم من شغل، يعني يخلي بالهم من طموحهم وشغلهم. اهم حاجه النجاح. انا البرنامج بتاعي لسه كنت اتكلم عن البرنامج، ما كلمتنيش انت عن البرنامج بتاعي. البرنامج بتاعي اسمه كفاح ونجاح، قناه الحدث اليوم والصحه والجمال. دايما من نجاح ودايما متفوق ان شاء الله، ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى دايما مع بعض. شكرا ليك، ميرسي جدا. ده شرف ليا طبعا. شكرا.